اليوم باش ناكل ماكله باش تطيش. علاش انت لازمك تعمل كيفي تفرج في الفيديو. السلام عليكم يا شعب الواو، انا ياسر وهذه سيري تونسي في الخارج. اليوم باش نهزكم معايا لتجربه غريبه شويه، باش نمشي نشري ماكله باش تطيش. هكا هو ياسر، ضيقت بيك الدنيا ما لقيت ما تعمل كان تاكل في الماكله بالطيشه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وكهو. باهي باش نحكي لكم على ابليكاسيون اسمها تو جود تو جو. الابليكاسيون هذه موجوده في برشا دول في اوروبا. انتم تو باش تجيو معايا الرحله العطار الحومه 7-11 فين بالابليكاسيون هذه باش نشري ماكله بثلث السوم. يلا اجا معايا. وتوا بعد ما عدينا الاوردر على التليفون ماشي نجيب القضيه. شنسكم معايا في الرحله هذه باش نوريكم مسالة العمليه. دونك اجاو معانا، خلينا نمشيو لعطار الحومه 7-11. Thank you. You too. كما شفتوا العملية ما شدتش حتى درجين. صبيت الابليكاسيون، خلصت بالتليفون ومشيت هزيت تو جود تو جو معايا. اجاو توا باش نحكيو شنو حكاية الابليكاسيون هذه، شنو كيفاش نجموا تطبقوها في تونس، وخلينا نوريكم شنو موجود في الشكارة هذه. باهي خلينا نوريكم شكارة تو جود تو جو ايش فيها. كي الكعبة الياغورتا بتاع المانجو، فيها ساندويتش، فما كيل كيفان 4 كعبات، وفما كيل بريوش والكرواسون وكوكيز محطوطين هوني. وهذه فيها معناتها الساك متاع اليوم. شنو حكايه الابليكاسيون هذه تو جود تو جو؟ كيفاش نجم نشري ماكله بثلث السوم؟ اجا نفسر لكم. تو جود تو جو هي ابليكاسيون على التليفون موجوده في برشا دول في اوروبا. الهدف نتاعها اني تحاول تحارب اهدار الطعام او الفود ويست، وهي تكونكتي المستخدم يعني انا وانتي بالعطاره بالمخابز باللي سوبر مارشي اللي يبدا عندهم فائض من الطعام والا ماكله ما تباعتش، كيف يبدا الدليل نتاعها قريب باش يوفى يبيعوها بثلث السوم عن طريق الابليكاسيون هذه. باهي توا اجاو نحكيو زعما شنو هو المشكل اللي قاعده تحل فيه الابليكاسيون هذه. المشكل هذا هو اهدار الطعام. ثم ارقام مرعبه تخليك تقول يا لهوي يا لهوي يا ده ايه ده. عزيزي وعزيزتي المشاهد، اش نعطيكم مثال. نفترضوا اني هذه الماكله اللي تنتج فيها البشريه عام كامل، ثلث الماكله اللي قاعد تنتج فيها البشريه قاعده تتلوح في الزبله. ونمشيو للارقام تاع بلادنا العزيزه تونس، ارقام بالحق تخليك تقول يا لهوتي مره اخرى. يا لهوتي يا سيدي بن سيدي، التوانسه كل عام يطيشوا 900 ألف خبزة، ما يعادل مليون خبزة كل عام تطيش في الزبلة. قاعدين نطيشوا في ماكلة كل عام في تونس تسوى 572 مليون دينار. هذا كل قاعد يصير في بلاد عندها عجز اقتصادي كبير، وفي بلاد عندها 500 ألف تونسي يعاني من سوء التغذية. حالتنا متعبة. ونحب نقول لك انت اللي قاعد تتفرج زاد مسؤول عن المشكل هذا. جاو معايا نحكيو على الحلول باش نتفاداو التبذير هذا. اول حاجه نوريكم تصويره متاع الزبله هوني في الدنمارك. هوني عامه المواطن والا المجتمع يفلتري الزبله متاعو. تقسيم تاع الزبله هذا يعاون في عمليه الرسكله ويخلي المواد العضويه والماكله اللي لا قدر الله باش تطيش سهل انه يتم اعاده رسكلتها. شفنا مثلا بلديه المعموره في نابل عملت ان بروجي صغير هكا فين فما بوبال متاع بلاستيك متاع ورق متاع معادن والا مواد عضويه. نتمنى انه البروجي التجريبي هذا يولي حقيقه، وانه البلديات التونسيه تولي تفرق في البوبالات نتاعها بين المواد العضويه والغير عضويه. هوني زاد لي سوبر مارشي الكبار والشركات كيما مونوبري جيون كارفور والا عزيزه يتحركوا على خاطر باش نعطيكم رقم اخر باش يفجعكم عزيزي وعزيزتي المشاهده. المساحات الكبرى ولي سوبر مارشي اللي قلت لكم عليهم كل عام قاعدين يبذروا في 2.8 مليون دينار من الاكل اللي قاعد يطيش. دونك الشركات هذه عندهم مسؤوليه كبيره تجاه المجتمع انهم يعملوا دي بروجي باش ينقصوا من التبذير الكبير هذا. واخر حاجه والنصيحه الثالثه، بعد ما لمنا الدوله والقطاع الخاص اجا انت نحكي عليك عزيزي المشاهد. في تونس للاسف ثقافتنا مع الماكله ماهيش صحيه، وتلقى التونسي يشري لك ب3 خبزات ولا4 خبزات، وفي رمضان عاده ما نحكيوش على الماكله اللي تتشرى واللي تطيش. حاسيلو اغلبيه
اغلبيه التوانسه ما عندناش ثقافه انه نعبيو الماكله اني باش ناكلوها كهو. انا نعمل في ريشيرش باش نكتب الحلقه هذه، لقيت فما حمله تحسيسيه هايله اتعملت في تونس اسمها علاش الخساره فما كباره، وهي حمله ضد التبذير الغذائي من اعداد جمعيات مختلفه في المجتمع المدني التونسي. كما قاعدين نشوفوا في الاكران عملوا دي جرافيك ودي فيديو فيهم نصائح مزيانين على الاخر كيفاش تستعملوا الماكله بطريقه خير دون تبذير. امشيو اعملوا عليهم طلة الاكثر نصائح. في تونس بالحق لازمنا نبداو نخموا في المشكله هذه ونبداو نعملوا مقاربه مشتركه فين المجتمع المدني والدوله والقطاع الخاص يتحركوا باش يعملوا مبادرات ويلقاو الحل للتبذير الهائل نتاع الماكله في تونس. ولازم نحن كمجتمع نتعلموا نربيو صغارنا ونعلموا رواحنا ثقافه الاستهلاك الرشيد للاكل وعدم التبذير. وانت اللي تتفرج في الفيديو شنو نصيحتك ليا انا ولا العباد اللي في الكومنتات على كيفاش نجموا نرسكلوا ونقصوا من التبذير نتاعنا كل يوم؟ توما عليا اقول لكم كان نشوفوكم الجمعه الجايه في فيديو جديد.